النوع اللي بعد كده هو ورق الزبدة ببصمة الذهب. هو ورق زبدة برضه غذائي، ولكن بيكون عليه رسمة بالذهبي او بالفضي، بتكون شيك جدا، وهنعمل بيه الصينية دي. بعد كده من الاوراق هو ورق الترانسفير الحراري او الدي تي اف، وده بستخدمه على القماش اساسا او الكانفاس، وممكن جدا استخدمه برضو على الخشب وعلى الجلد، وهناخد مشاريع لكده في الكورس طباعه على القماش. واخر نوع ورق معايا هو اللي اسمه ترانسفير السحري او اليو في دي تي اف. ده بلزقه في الاساس على المجات سواء بورسلين او فخار او ازاز، بس نقدر برضو نلزقه على الخشب من بره، عامل زي الستيكر بالظبط، بس بيكون لازقه قوي، الوانه واضحه وثابته جدا في الغسيل. راجع بسرعه على ال8 انواع للاوراق اللي خدناه في الفيديو ده. النابكنز او مناديل العيد ميلاد، النابكنز برضو اللي هي بتكون طبقه واحده، الورق ال 80 جرام طباعه ليزر، ورق الزبده او الورق الغذائي، ورق الديكال المائي او الترانسفير المائي، ورق الزبده ببصمه الذهب، ورق الترانسفير الحراري او الدي تي اف، الترانسفير السحري او اليو في دي تي اف. مش لازم لما تبداي تجيبي كل الخامات دي عشان تبداي تشتغلي خالص، مش عليكي غير ان انت تجيبي بس الورق الطباعه الليزر، اي تصميمين كفايه على قد قطعه الخشب اللي انت هتشتغلي عليها. وليكن ممكن تبداي مثلا بقطعه حامل موبايل او صينيه، وتطبعي التصميم على قدها علشان ما تغلبيش نفسك وتتعبي، وابداي الزقي زي ما هنتعلم عشان تطلعي بنتيجه سريعه تتبسطي وتقدري تكملي بقيه الكورس. اشوفكم في الفيديو الجاي اللي هنتكلم فيه على انواع الالوان اللي بستخدمها في الديكوباج.